أعلن مانشستر سيتي عن تمديد عقد مهاجمه النرويجي أيرلينغ هالاند حتى عام 2034. وقع هالاند البالغ من العمر 24 عاما عقدا جديدا لمدة 10 سنوات مع النادي. كان عقده السابق ينتهي في 2027، لكنه أصبح مرتبطا بالسيتي حتى نهاية موسم 2033-2034. منذ انضمامه في 2022 سجل هالاند 111 هدفا في 126 مباراة. وأعرب هالاند عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، وأكد التزامه بالنادي. بدوره أشاد مدير كرة القدم في النادي تشيكي بيجرستاين بتأثير هالاند الكبير وأرقامه المذهلة. تسارعت الأخبار حول احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب ليفربول إلى الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل. صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 2025 أعلن عن قرب رحيله بسبب تعثر مفاوضات التجديد، مما زاد التكهنات حول انتقاله إلى الهلال. وأكد الإعلامي أحمد العجلان أن فهد بن نافل رئيس الهلال يقود المفاوضات بنفسه، مشيرا إلى أن صلاح ووكيله طلبان مبالغ مالية ضخمة، وهو ما رفضه بن نافل. ورغم ذلك أشار العجلان إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأن صلاح موافق على الانتقال بشرط عدم تلقيه عرضا مرضيا من ليفربول. كما نفى العجلان ادعاءات أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الأسبق بأن الاتحاد كان أول من فاوض صلاح، مؤكدا أن الهلال هو أول من قدم عرضا للاعب في صيف 2023. تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة بعد تأكد إصابة لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا، مما سيغيب عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع. الإصابات التي تعرض لها كامافينجا في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى ستمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. ومن المتوقع أن يعود للملاعب في مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد في 9 من فبراير، وبذلك سيغيب كامافينجا عن مباريات أمام سالزبورغ، ستاد بريست، لاس بالماس، بلد الوليد، وإسبانيول. كشف جورج جيسوس مدرب الهلال عن عدم قيد نيمار في القائمة المحلية بسبب إصابته المستمرة، مؤكدا أنه سيعتمد عليه في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية 2025. ورغم تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، تعرض نيمار لإصابة جديدة في العضلة الخلفية. في المقابل هناك محادثات أولية مع نادي شيكاغو فاير لإقناع نيمار بالرحيل عن الهلال في فترة الانتقالات الشتوية. جيسوس أضاف أنه يعول على نيمار في المستقبل، لكنه يواجه صعوبة في منافسة اللاعبين الآخرين بعد غيابه الطويل. بعد معركة السعودية وأندية أوروبا عليه، كايل ووكر يتفق مع فريقه الجديد. اقترب كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانضمام إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان. وكان بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قد خرج في تصريحات صحفية في وقت سابق كشف من خلالها عن رغبة ووكر في خوض تجربة احتراف خارج إنجلترا قبل اعتزاله. وأبدت الكثير من الفرق رغبتها في التعاقد مع المدافع صاحب 34 عاما، وعلى رأسهم أندية الدوري السعودي وكذلك بعض الأندية الأوروبية. وبحسب ما ذكره ماتيو موريتو الصحفي في شبكة ريليفو، فإن ميلان يقترب من التعاقد مع اللاعب، وبالفعل جهز عقدا حتى عام 2027 بعد موافقة ووكر على الصفقة قبل أيام. أكد مدرب يوفنتوس تياغو موتا أن الدولي الفرنسي راندال كولو مواني سيشارك في مباراة الفريق المقبلة ضد ميلان بعد اكتمال انتقاله من باريس سان جيرمان. كولو مواني أجرى فحصا طبيا في تورينو، وينتظر تبادل الوثائق الرسمية للانضمام إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024 إلى 25 دون خيار شراء. يوفنتوس سيتحمل كامل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة. موتا أشار إلى أن كولو مواني قد يلعب بجانب دوسان فلاهوفيتش. الصفقة تمثل ضربة لمانشستر يونايتد الذي كان يسعى لضم اللاعب.